على المرحلة الأولى من المدينة الإسماعيلية الجديدة، بنتكلم على التخطيط اللي خلص. صحيح هو في شرق التفريعة، هو شرق، بس دي مساحة أرض ضخمة جدا جدا بتجهز، وبيجهز لها قوانين تخرجها ورا بعيد عن كل الإشكاليات تحت مظلة هيئة قناة السويس، عشان تتعمل التصور اللي احنا حطيناه لها يتعمل. وفرص العمل هتبقى مش بس للوادي، لا ده لينا كلنا، ده حجم عمل ضخم كبير. ده هنا بس لا، احنا بنتكلم على مزارع سمكية، وانتم عارفين ان احنا ابتدينا نرتب دلوقتي البردويل بالشكل اللي تستعيد بيه قدرتها مرة تانية، ومزارع سمكية مرة تانية هتشوفوا ان شاء الله هنفتتحها امتى. ثم التوسعة بتاعت مصانع الاسمنت والرخام وغيره. بس انا مش عايز اتكلم كتير عشان الاشرار، عشان ايه؟ اهل الشر. صدقوني انا في كلام كتير ممكن اقوله، والكلام ده كويس، بس انا عارف ان اهل الشر بيسمعوا الكلام ويجوا على الحاجة الطيبة اللي بنقولها وعايزين يحرقوا قلبكم وقلبنا عليها. خلي بالكم، خلي بالكم، احنا عندنا قضية صعبة جدا توقفوا كثيرا امامها. اللي بيقدر يقتل ويخرب ويدمر وينغص حياة 90 مليون بيعمل وهو فاكر ان هو بيقرب من ربنا. يا ساتر، انت كده بتقرب من ربنا ولا كده بتسيء لربنا؟ انت كده بتعظم دينك ولا كده بتسيء لدينك؟ هو دين امان وسلام، مش كده؟ احنا خليناه ايه؟ احنا ما خليناهوش كده. فلو قلنا كل حاجة وترتيباتنا ايه وتخطيطنا ايه، اهل الشر هيزعلونا ويزعلوكم. فمش كل حاجة بتتقال، لكن بفضل الله احنا متحركين وهتشوفوا احنا ناويين على ايه. انتوا بتطلبوا مني وده من حقكم، بس كمان